السلام عليكم أصدقائي وأصدقاء قناة الورشة، أهلا بيكم في لقاء جديد وفيديو جديد. النهاردة جبت لكم فكرة جديدة جدا وبسيطة في تنفيذها، كمان فكرة هتخلي لقم الظرف تربط رباط قوي جدا جدا، حاجة ولا في الأحلام. هتقولي معقول؟ هقولك معقول. خليك معانا وانت تشوف بنفسك. بس قبل ما تنسى، اضغط لايك وانت مرتاح كده وراضي عن اللي انت بتعمله. ما تبصلناش في اللايك يعني، وانا باكد لك هتشوف فكرة حلوة. يلا بينا بقى بسرعة ندخل في الموضوع ونشوف الفيديو. لو منطقة رباط اللقم عريضة زي كده، تأكد ان اللقم دي مش ممكن تربط كويس على الاقطار الصغيرة مهما عملت فيها. اربط بماسورة بقى، هات شركة الصرف الصحي كلها تربط معاك، مفيش فايدة. وده ليه؟ عشان اول منطقة الرباط واخرها مش بيلمسوا الشغلة اللي انت رابط عليها خالص اصلا. يعني اللقم بتربط ببطنها بس، وده اللي بيخليها رباطها ضعيف جدا. طب الحل ايه؟ الحل في الفي ده. شيل منه شوية على حجر الجلخ او على الفريزة، على صاروخ، على اي حاجة، المهم ايدك تبقى على نفس زاوية الفي وانت بتشيل منه. طبعا عايز اقولك وانبهك انك لازم تشيل من جنبين الفي قد بعض بالظبط. بعد كده يا ريت تخرط اللقم مسة بسيطة جدا لضمان محورية منطقة رباط اللقم بشكل سليم جدا. يعني عشان لو ايد حضرتك حدفت شوية وانت بتشيل وبتمس جنبين الفي في جنب اكتر من التاني، الخراطة تلم وراك وتظبط الدنيا. جرب الفكرة دي وشوف الرباط عامل ايه، وانا اوعدك هتندهش بفضل الله. تملي عندنا افكار حلوة ولسه اللي جاي احلى. بس ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم.